بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين. نحدثكم من أرض المزرعة الجديدة. اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله، ادعوا لنا بالبركة. اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله، حاجة محترمة جدا. طبعا المزرعة فيها إنتاج زراعي، افرجك برضه عليها. طبعا الشمس ضربة في عينينا، هنحاول قدر الإمكان. خليك معايا كده، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. الإنتاجية بتاعت الزيتون اهي، بسم الله ما شاء الله. وكل ده بشاير، كل ده بشاير اهو. اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. هنروح عند واحدة تانية. طبعا في شجر اتقلع خلاص والمحصول اتباع من عليه، وفي شجر لسه. بسم الله ما شاء الله اهو. انتاجية اهي، اللهم بارك، اللهم بارك. الحباية حاجة جميلة خالص، شغل جميل خالص، حاجة تفرح. بسم الله ما شاء الله. جو نضيف، هوا نضيف، بعيد عن الزحمة، بعيد عن الخنقة، بعيد عن وجع الدماغ بتاع البشر اهو. يا رب يبقى الصورة باينة اهو. الانتاجية بتاعت الزيتون ما شاء الله ما شاء الله. طبعا الجو جميل يعني، الهوا اهو. اتفرج يا باشا على الحلويات، اتفرج على المكسرات نقول على 100 فرن. الشغل التقيل يا باشا. طبعا المزرعة اللهم بارك يعني على مساحة 100 فدان، 100 فدان مزروعين، تمام. مزرعة على مساحة 100 فدان، 100 فدان مزروعين فيهم. المشروع بتاعنا مشروع نقول على 100 فرن. ده هيبقى فيه 3 محاور. المحور الأولاني محور استزراع سمكي، المحور الثاني إنتاج حيواني وداجني، المحور الثالث الإنتاج الزراعي. ال3 محاور هيخدموا على بعض. بمعنى فكرة المشروع قايمة على أساس اللي هو الاكتفاء الذاتي. إن أنا عندي مية، المية دي أنا هحطها في حوض سمك. أحواض السمك هيديني سماد عضوي محترم جدا، في نسبة عالية من النيتروجين والفوسفور. هبدأ أسحب المية اللي فيها السماد دي، أروي بيها الزرع بتاعي، يبقى أنا قللت التكاليف بتاعة التسميد بتاعتي، تمام. وهيبقى عندي إنتاج زراعي في المزرعة. الإنتاج الزراعي اللي موجود في المزرعة زي ما أنت شايف، إحنا دلوقتي ده زيتون. هنبدأ ندخل المساحة الجديدة، هنبدأ ندخل محاصيل تخدم الإنتاج الحيواني زي الذرة، الغلة، البرسيم الحجازي، البونيكام. اي حاجة احنا هنشوف او اي محصول هيبقى صالح ان هو يتزرع عندنا في الارض هنا، وفي نفس الوقت قابل او ان احنا نقدر ان احنا نعمل بيه علف للحيوان، هنبدأ ان احنا نشغله، ونبدأ ان احنا نجرب، ونبدأ ان احنا نزرعه. هنا المزرعة حاليا هي متشجرة زيتون فقط، جميع الاصناف، سواء كانت الميكس او اللي هو الزيوت او اللي هو بتاع التخليل يعني، تمام. يبقى انا قلت لك المحور الاولاني الاساس بتاعنا اللي هو الميه اساس اي مشروع. الميه هتبقى معموله في حواض، الاحواض دي هيبقى فيها استزراع سمكي. هنسحب الميه نسقي بيها الزرع والشجر، يبقى انا قللت في التكاليف. بعد كده انا عندي انتاج زراعي. الانتاج الزراعي هيخدم على الانتاج الحيواني. طب الانتاج الحيواني هيخدم برضو على الانتاج الزراعي، لانه بيطلع منه سبلة، هيطلع منه سباخ اللي هو السماد العضوي، اللي هو من الاخر الفضلات بتاعت الحيوانات.
طبعا بدل ما انا هنزل اروح وجه بحري واجيب لي تريلا واتنين وتلاته، لا انا هيبقى عندي اكتفاء ذاتي في المزرعه هنا. المزرعه كل الجوانب او المزرعه كلها زي حلقه مغلقه، ده بيخدم على ده وده بيخدم على ده وده بيخدم على ده، وفي نفس الوقت كله اورجانيك. يعني الموضوع هنا هيبقى كله اورجانيك، مفيش بقى تسميد بمواد مش عارف ايه وكلام من ده، لا احنا هنا هنعتمد ان احنا نطلع منتج محترم عالي الجودة. يعني المنتج نفسه كقيمة غذائية وكواليتي عالية جدا، تمام. وزي ما انت شايفه احنا مننا مفيش غير حاجتين، الهواء والارض والسماء ومعانا الشمس، بس كده مفيش اي حاجة تاني. طبعا المزرعة دي مزرعة كبيرة ومحتاجة مجهود، تمام. طبعا الناس اللي عارفاني، الناس اللي قريبة مني، اصحابي واخواتي وحبايبي، اي حد عايز يجي يشاركنا معانا هنا في المزرعة ده متاح ان احنا طارحين اسهم، لان فعلا المساحة كبيرة. يعني احنا المساحة احنا متارجتين 400 فدان ان احنا نعمل عليهم المشروع ده، تمام. وهيبقى مشروع كبير طبعا ان شاء الله. احنا دلوقتي يعتبر المرحلة اللي احنا فيها ده 100 فدان خلصناهم انتاج زيتون. خليك معايا برضو كده، انا يعني انا هفرجك بس على الجودة. طبعا الارض هنا طفلة تربة حمراء، تمام، وجاهزة فيها الشبك الزيتون اهو. يعني انا بفرجك بس الايه، يا رب تبقى الصور باينه، تمام. هفرجك وانا ماشي كده. مساحه طبعا ما شاء الله يعني يرمح فيها الخيل. هنعمل طبعا هنا افكار جديده خالص، يعني هنعمل حاجات يعني بره الصندوق خالص كمان. الارض نظيفه، الهواء هنا نظيف، الهواء نفسه نظيف. نسبه الاصابه بالامراض الفيروسيه في اي قطيع انت هتربيه سواء كان داجني او كان حيواني هتبقى قليله خالص، لان انت اصلا مش جنبك حاجه. يعني بص يا باشا، اللهم بارك اللهم بارك يا رب، اللهم بارك يا رب يا رب، الحاجه تبقى باينه، لان فعلا والله الشمس ضاربه في عيني. دي شجره اهو، انا عايزك تشوف. يعني انا واقف، الشجره ورايا اهي، يا رب انا مش شايف اصلا. الشجره طولي، تمام. الانتاجيه اهي، شوف الزيتون، الانتاجيه يا رب تبقى الصوره واضحه والانتاجيه واضحه. بص يا باشا، شوف الخير، شوف الخير. واحنا مضايقين الدنيا على نفسنا. احنا مشكلتنا ان احنا ماسكين في القيراط اللي تحت البيت واللي جنب البيت، وماسكين في ال 200 متر اللي جنب البيت، تمام. ومضايقين الدنيا على نفسنا ومخنوقين، وبنقول احنا ربنا ما اهي الخير كتير اهو. اهو يا باشا اتفرج على الخير اهو، على الارض اهي. بص يا باشا الخير، شجره اهي. شوف الشجره دي هتطلع لك قد ايه زيتون. بص الخير عامل ازاي، خير من ربنا اهو. يا رب الدنيا تبقى واضحه. انا هتصور بقى معاها عشان تبقى انت. بسم الله ما شاء الله، بسم الله اللهم بارك، ربنا يطرح البركه يا رب. فزي ما بقول لك احنا متارجتين، احنا دلوقتي زارعين 100 فدان جميع الاصناف بتاعت الزيتون، تمام. و ان شاء الله المرحله الجايه ان احنا هنخصص مساحه من الارض، المساحه اللي من الارض دي عشان هنبدا ان احنا ندخل انتاج حيواني في المزرعه. فاحنا هنبدا نخصص مساحه من الارض هنزرع فيها محاصيل زراعيه. المحاصيل دي هتبقى يعني اكثرها تخش في كعلف للانتاج الحيواني. يبقى انا زي ما بقول لك هي دايره مغلقه، كله بيخدم على بعضه، تمام. وهنزرع، ممكن نزرع ذره، ممكن نزرع شعير، نزرع غله، نزرع صويا، نزرع برسيم حجازي، هنزرع بونيكام، فاهمني؟ كلام من ده، كل الكلام اللي انا بقول لك عليه ده، تمام. ده انتاج، هيبقى انتاج زراعي بجانب الاشجار. يعني انت عندك شجر اهو شغال، تمام. وفي نفس الوقت هيبقى عندك انتاج موسمي محاصيل، عايز تبيعه مفيش مشاكل، عايز تدخله في الانتاج الحيواني برضو مفيش مشاكل. طبعا هنا الارض زي ما بقول لك انا واقف في المساحه اهي اهو. خد بالك في ميزه في الارض دي انها على الطريق الاسفلت،
الاسفلت عندك هنا اهو، الاسفلت بره، كل ده اسفلت. يعني انا الارض دي والمشروع اللي احنا فيه ده تمام، المشروع ده نمره واحد من الاسفلت. يعني انا بص، انا هبقى واقف اهو، هتلاقي في عربيات ماشيه، يا رب تطلع بس في الايه، في الكادر معايا. اعتقد باينه تمام. انا كده نمره واحد من الاسفلت. طبعا المكان هنا من ضمن الخطه بتاعه الحكومه ان شاء الله انها تدخل كهرباء، فقريب جدا هيبقى في عواميد كهرباء على الاسفلت من بره تمام. فسهل جدا ان احنا بعد كده ناخد شده للمزرعه. طبعا المزرعه فيها طاقه شمسيه شغاله، وفيها بير مدقوق، وفيها حوض سمك على مساحه فدان، استزراع سمكي. وان شاء الله في الخطه هنعمل 1 و2 كمان. انا بقول الكلام ده ليه؟ انا بقول الكلام ده لان المكان هنا فعلا محتاج تعب ومحتاج فلوس، ولو اي حد حابب ان هو يستفسر عن المشروع انا تحت امره. كمصداقيه مش مصداقيه، انا هجيبك ارض المزرعه. يعني انت ليك عندي ان انا اجيبك ارض المزرعه، وحقك خده بورق. يعني مش هقول لك بقى ثق فيا ومش عارف ايه والكلام ده، لا انا ما بتثقش فيا يا عم. حقك تاخده مني عقود وتاخده مني ورق مكتوب في اي، وتوثقه في المكان اللي انت عايزه. انا كده كده واثق في نفسي، وواثق في الارض بتاعتي، وواثق في الورق اللي معايا تمام. بس فعلا علشان انا مفيش حد في الوقت الحالي ده هيقدر ان هو يعمل حاجه لوحده. لو احنا حطينا ايدينا في ايدين بعض، وناس فعلا محترمه دخلت شركة مع بعض، ناس شركة ومحترمين وقلبهم على قلب بعض وبيحبوا الخير لبعض، فعلا ممكن ده يبقى نواة مشروع محترم جدا 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 جدا، ما دام الناس فعلا بتحب الخير لبعض. الارض خصبة بكر، دي اول زرعة تتزرع فيه. فيعني انا ان شاء الله، يعني انا متفائل جدا، ومصر فيها خير وفيها خير كتير. احنا اللي قافلين على نفسنا، احنا اللي خانقين نفسنا. كل واحد عنده فدان ارض طين بيزرعه وقافل على نفسه، يقول لك اصل ما إيه يا عم، ما في هنا اهو. بقول لك انا في مساحه ارض 100 فدان، 100 فدان ولسه، يعني لسه. بص لو انا طلعت بقول لك من ورايا هنا كده، من ورايا كل ده، كل اللي انت شايفه ده صحراء ما تعمرش. وبقول لك الاسفلت دخل اهو، اسفلت دخل. ف انا متفائل جدا الصراحه، وان شاء الله يعني الفيديو ده باذن الله اللي هيتفرج عليه، لو حد حابب ان هو يتواصل معايا انا هسيب الرقم بتاعي. لو انت عايز تيجي ارض المزرعه على عيني وعلى راسي هفرجك، وزي ما بقول لك حقك هتاخده مني ورق. مفيش حاجه اسمها احنا اصحاب وحبايب وكلام من ده. قبل ما تحط جنيه معايا كشراكه، يعني خد مني ورق، يعني خد ضمانات اللي انت عايزها. انا كده كده واثق في نفسي وواثق في المشروع بتاعي الحمد لله. هعرض الافكار بتاعتي كلها، طبعا مش هعرف اقول كل الكلام في الفيديو، بس لو حد فعلا حابب كاستثمار، انت ممكن تخش معايا في الاستثمار الزراعي. تقولي لا انا عايز مثلا معاك في المزرعه، انا هخش معاك مثلا في 5 فدان، ازرعهم لي نخل، ازرعهم لي زيتون، وشكرا على كده. واحد لا دخلني معاك في المزرعه كشريك او كمساهم في الانتاج الحيواني تمام. والله انا هخش معاك وليكن ب50 غنمايه، انا عايز 10 بقرات، وشوف تكاليفهم ومصاريفهم ايه وهكذا. يعني فاهم، هنقعد وهنحط الكلام على ورق. اللي حابب يساهم باي مبلغ يعني انا ما عنديش مشاكل خالص، بس زي ما بقول لك الصحراء محتاجه مجهود ومحتاجه فلوس، ومفيش حد هيقدر ان هو يكبر لوحده، مفيش حد هيكبر لوحده خالص. الموضوع محتاج شركاء وناس مساهمين ومحترمين وقلبهم على قلب بعض وبيحبوا الخير لبعض. لو احنا وصلنا للنقطة دي ان شاء الله هتبقى فتحة خير علينا كلنا بإذن الله، ونقدر نعمل حاجة محترمة وحاجة مشرفة، نعمل براند باسمنا بإذن الله. نيو العالمية فارم هيبقى جوه كل بيت في مصر بإذن الله. فأنا حبيت أصور النهاردة من الأرض بتاعة المزرعة وأفرجك يعني التربة، وطبعا الأرض شغالة ما شاء الله وفي إنتاجية وفي محصول والدنيا كلها تمام بفضل الله. فأنا ما حبيتش إن أنا أصور غير لما يعني الموضوع يبقى فعلا على الأرض. الأرض على فكرة فيها معدات، يعني
الارض كده كده مجهزه، احنا جايبين كل حاجه في الارض، جرار ومحرات وفنقاص وكل المستلزمات. يعني حتى في رشاش هنا الساعه بتاعته 600 لتر، تمام. في بير مدقوق، في طاقه شمسيه، في استراحه للعمال. يعني الارض مجهزه والمزرعه مجهزه من مجاميعه. مش فاضل غير ان احنا نقعد ونبدا ان احنا نوسع، نبدا ان احنا نزرع بره ال100 فدان، نبدا ان احنا ندخل قطيع انتاج حيواني، قطيع محترم. طبعا دي شغلتي بقى، يعني التهجينات والكلام من ده. اللي حابب ان هو يشارك بقى بقطيع، نبدا نقول والله احنا عايزين وليكن 500 نعجه، عايزين نشتغل في السلالات، عايزين نشتغل في اللحم، كل ده هينطرح، تمام. شغل محترم بجد. سيبك بقى من العك اللي موجود على الجروبات بتاعه الانتاج الحيواني العالم، اللي كل واحد مربي له 5 معزات ومربي له 3 معزات و20 معزه واللي مش عارف ايه، وعمالين يشتموا في بعض ومش عارف ايه. دي عالم يعني مش بتوع شغل. احنا على ارض الواقع اهو، بنتكلم من ارض الواقع، تمام. احنا ناس عايزين نشتغل وعايزين ناكل عيش بجد. اللي حابب، انا طبعا الكلام ده بوجهه لدايره المعارف بتاعتي انا اللي عارفاني شخصيا الاول. اي حد بره دايره المعارف على عيني وعلى راسي، انت ما تعرفنيش، فحقك زي ما اقول لك انا هاخدك تيجي معايا هنا ارض المزرعه، هفرجك على الكلام كله على ارض الواقع. الورق حقك ان انت تاخده تسال عليه، ورق التقنين، ورق كل حاجه انت عايزها. طبعا الارض لسه بيبقى فيها اقساط، بس ان شاء الله الاقساط هتخلص كمان سنتين. يعني الورق بتاعها خالص من مجاميعه، يعني مفيش يعني مش وضع يد بقى وشغل يعني من الكلام ده، لا. الارض خلاص ليها ملف ومدفوع لها الاقساط بتاعتها، فاضل لها بس سنتين في الاقساط بس. خلاص الحمد لله المزرعه باسمنا باذن الله. وطبعا في جديه في الاستصلاح زي ما وريتك. طبعا الانتاج بتاع الزيتون وادي شجر الزيتون حاجه تفرح خالص، تمام. فان شاء الله بالتوفيق، ادعوا لنا بالتوفيق وادعوا لنا بالبركه، ان شاء الله تبقى فتحه خير علينا باذن الله وعلى الناس كلها. نصيحتي للناس يعني عافر ورا حلمك بامانه والله. عافر بجد. اي حد هيحبطك ويقول لك، يعني انا دايما يعني انا الشعار بتاعي اللي هو مين مجنون هيروح يزرع الصحراء. يعني انا فعلا انا مجنون، يعني انا المجنون اللي هيروح يزرع الصحراء هو انا، تمام. فيعني انا علشان عيني تشوف المنظر ده، يعني عيني تشوف بس الشجر قدام عيني كده وهو طارح، ده في حد ذاته يعني سلام داخلي. يعني بالنسبه لي انا ده سلام داخلي، ان انا اقعد في الاستراحه بتاعتي، تمام، اشم هوا نظيف انا والعيله بتاعتي واسرتي، نيجي نقعد هنا اسبوع نستجم بعيدا عن وجع الدماغ بتاع الناس والزحمه والدوشه، نشم هوا نظيف، نصحى الصبح بدري كده نشوف الخير ده. يعني اصحى الصبح ابص على الشجر واشوف الخضره واشم الهواء النظيف والخير ده، ناكل اكل نظيف ونشوف الزرع بتاعنا ونشوف المحصول بتاعنا والكلام من ده، نعيش العيشه دي. ده في حد ذاته ده في حد ذاته ده مكسب، بعيدا بقى عن المكسب والخساره. ده في حد ذاته كمحمد انا حابب كده. لو انا هعيش حياتي كلها في المكان ده انا راضي والله. فيعني المكان هنا فعلا يعني راحه نفسيه، استجمام ما بعده استجمام، يعني بامانه والله. تجيب الشوايه بتاعتك والفرن المندي وتجيب شويه الفخد الضاني بتوعك يا باشا ونجيب الشبكتين، عايزين نروح نصطاد شويه سمك نشويهم، هروق عليك ترويقه يعني مفيش بعد منها يعني. اللهم بارك يا رب. سامع الهدوء سامع الصوت، سامع العصفور. دي دبانة يعني اهو. انا مبسوط الحمد لله بأمانة والله. مش عارف طبعا الدنيا واضحة معاكم. بسم الله ما شاء الله. اعتقد كده انا اديت صورة تقريبا يعني شبه كاملة. طبعا في كلام كتير، الناس اللي عندها جدية طبعا انها تخش معايا شركة او يخشوا مساهمين، طبعا هيبقى في كلام في الغرف المغلقة
مفيش مشاكل. اي حد عايز يستفيد من خبراتنا انا عناية، ويعني عناية للناس كلها الصراحة. كل سنة وانتم طيبين، ادعوا لنا بالبركة. ما تنساش هاشتاج نيول العالمية فارم، الجودة الأمانة. واسم نيول العالمية فارم بإذن الله يبقى جوه كل بيت في مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.